وانت متوتر ازاي تعمل حركة تخليك تهدى في الحال والتوتر يروح نهائيا بحركة واحدة بس. خلينا نشوف الأول لما انت بتتوتر ايه اللي بيحصل في جسمك عشان ما نخليهوش يحصل، فبالتالي نمنع التوتر. اللي بيحصل في جسمك ببساطة، وده بناء على الشرح اللي قاله الدكتور أندرو هوبرمان عالم الأعصاب الأمريكي، قال ايه بقى؟ قال ان انت لما بتستنشق هواء، يعني بتاخد شهيق، الحاجز بتاعك بيتحرك لتحت، فده بيخلق مساحة أكبر في التجويف الصدري، فقلبك بيبقى أكبر، فبالتالي الدم اللي بيضخه جوه جسمك بقى بيتبطأ أكتر، فده بيدي إشارة لمخك بسرعة إنه يسرع نبضات القلب، وتسريع نبضات القلب بيؤدي في الآخر للتوتر. وده بيخلينا نتوصل في النهاية إن الاستنشاق أو الشهيق اللي خدناه في البداية خالص هو اللي وصلنا في النهاية لسرعة نبضات القلب اللي أدت للتوتر. طب ما احنا عايزين نمنع كل ده عشان نمنع التوتر.